ليه اول ما بتبعد عن التمرين يومين ثلاثه ولا حاجه عضلاتك بتختفي؟ لا، مش انا اللي اختفي، عضلاتك انت اللي بتختفي. انت هتلاقي نفسك بعد مجهود كبير قوي ومكملات وغذاء مستمر لفتره طويله، وقت كتير بتقضيه في الجيم بتتمرن فيه باجتهاد، وفجاه في وقت قصير اللي هو مثلا انت بتتمرن لمده شهور وتيجي تريح يومين ثلاثه، هتلاقي كل ده بيروح في اجازه زي اجازه العيد اللي فاتت كده، تلاقي نفسك ريحت اسبوعين ولا حاجه، فتستغرب وانا ليه جسمي حصل فيه كده. هو ده طبيعي، اللعبه دي غداره والكلام اللي احنا بنسمعه ان هي ملهاش امان ولما تسيبها تسيبك والكلام ده، الموضوع ملوش علاقه باللعبه اصلا، لكن ليه علاقه اكتر بفسيولوجيه الجسم. ان طبيعه جسمك مش مخلوقه عشان تاخد الشكل الماسكولار اللي احنا بنشوفه دايما. خليني اقول لك ببساطه ان الشكل اللي انت بتشوفه ده بيبقى نتيجه الجسم نفسه اتحط تحت ضغط التمرين والاوزان. عمليه بناء العضلات بالنسبه للجسم وتطور الانسجه عمليه مكلفه جدا، وعمليه الاحتفاظ بيه هي عمليه مكلفه اكتر عليه. فبالنسبه له اول ما بيلاقي فرصه ان انت تريح لمده يومين او 3 ايام بيبقى عايز يتخلص من العضلات دي، لانه شايف ان وجودها مش ضروري. للاسف مفيش وسيله ثانيه ان انا احافظ بيها على العضلات غير التمرين المستمر والتغذيه السليمه. كده عرفنا جسمك ليه بيقع منك اول ما بتاخد اجازه طويله من التمرين.